السلام عليكم أزول في الأول، مرحبا بكم ناس جي اس كا توجور مع جديد وأخبار شبيبة القبائل، ولكن مع إشاعات تعيين المدرب في لود. راح نحكيو على الموضوع هذا. وأيضا رديف شبيبة القبائل سيواجه رديف وفاق سطيف في النهائي. هذا التاريخ ربما شبيبة القبائل ستكون على، أو رديف شبيبة القبائل سيكون على موعد في النهائي. ربما هذه الأفضل لشبيبة القبائل هذا العام، على الأقل تبدأ الأفراح من بوابة الرديف إن شاء الله. إذا رديف شبيبة القبائل على موعد في النهائي ضد وفاق سطيف، رديف وفاق سطيف في كأس الرابطة الجزائرية. المهم إن شاء الله مربوحة إن شاء الله. لايك على الفيديو، أبوني في القناة، واتركوا لنا التعليق. كل الأخبار المنتشرة عن تفاوض إدارة شبيبة القبائل مع المدرب في لود لا أساس لها من الصحة. دعونا من الإشاعات التي تفسد بيت شبيبة القبائل. بقاو 8 جولات، قال لك البارح باللي راح نكمل بالمدربين هادو. لا لي اشاعات، مازال الموسم، ربما مازال الصيف ومازال ميركاتو الصيفي، ومازال امور تخلي شبيبة القبائل تتريث. ما نستروش حنا نجيبو مدرب، لماذا نجيبو فيلود؟ ربما كاين اموال قادرين نجيبو حتى افضل من فيلود. الشبيبة أنصارها ما يحبوش الإشاعات اللي ربما تفسد على بيت الشبيبة أكثر. إدارة شبيبة القبائل لم تتصل به أصلا، ولن يكون مدرب للفريق. كل هذا مجرد إشاعات، ونتمنى أنه تأكيد من الصفحة الرسمية على إشاعات هذا في لود، حتى ما يبقاش هذاك الإشاعات اللي قاعدة تخرج لتغليط رأي العام والأنصار. المهم إن شاء الله يا رب العالمين التريث، وإن شاء الله راح يجيبوا أفضل من فيلود. ولما لا؟ قال كاين الأموال وراني هنا، وإن شاء الله راهو هنا ودع لي باه يتوفر له موبيليس الأموال ونجيبوا ونكونوا في ميركاتو أحسن إن شاء الله. لايك الفيديو، أبوني في القناة، واتركوا لنا تعليق، ودعونا من الإشاعات. سلام خاوتي.